والله العظيم انت ما محتاج تنزل الجيم غير 3 مرات في الاسبوع بس. 3 مرات في الاسبوع كفايه جدا. ده سواء انت بتضخم او انت بتنشف. وانت بتنشف 3 مرات كفايه جدا فوق ما انت متخيل والله. انت اصلا وانت بتضخم ممكن مرتين بس كفايه. الكلام ده ناتج عن تطبيق فوق ال 15 سنه والله العظيم. إيه، ما اعرفش حد هيقوله لك ولا لا. انت مش محتاج انك تنزل غير 3 مرات بس في الاسبوع، ده اخرك. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت مش محتاج اي مكملات غذائيه، والله ما محتاج. انت محتاج الفيتامين بتاعتك بس. ممكن اقول لك تاخد معاك كرياتين، لكن اي حاجه تانية فكك فكك. الباقي كله اكل عيش وانت بترمي فلوس في الارض والله العظيم. حاجه تانية بقى، حاجه تانية، انا مش عايزك تبقى مذبذب، مش عايزك تبقى يعني ايه شخصيتك كده ايه عماله تتهز. انت كنت من 3 4 5 سنين فاتوا كنت بتنزل الجيم، بتمسك حديده تقيله، تاكل اكله حلوه، بتنام كويس، كنت بتعمل جسم. النهارده بدات تتوه، بدات تقع مني، بدات كل شويه تشوف ده مش عارف ايه احسن. انت عضلاتك بتفقد 30% منها مش عارفه ايه، انت بتروح مش عارف فين، انت بدات تحس ان انت تايه. امال تقول امال انا السنين اللي فاتت دي كنت بطلع عضلات ازاي؟ عشان انت بدأت تتوه كتر المعلومات النظري البحت اللي ملهاش لازمة، اللي ما تقدرش تقيسها على أرض الواقع، اللي معمول لها دراسات علشان تصرف على حاجات معينة. والله العظيم أثرت عليك. فكك من العبط ده بقى. فكك من العبط ده. ولو حسيت ان انت تايه ومش عارف تعمل ايه، انزل الجيم، اتمرن بروس بلت وكل جامد، وشيل حديدة جامدة ونام كويس، ورب العباد هتعمل عضلات. لكن ما تتوهش، ما تقعش. اتمرن اي حاجه، كل كويس، نام كويس، وكان الله بالسر علينا. فيتاميناتك كرياتين اخرك. ريح بقى من الباقي، ريح.